ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض جاتو اقتصادي جدا وسهل وبسيط، وان شاء الله تقدروا تنفذوه في البيت. اي حد باذن الله لو شاف الفيديو ده هيقدر ينفذه في البيت بكل سهوله. معايا هنا هحط 4 بيضات، وهحط رشه فانيليا، هنا هحط نص كوبايه ميه ناقصه شويه. انت ممكن تحطي تلت كوبايه ميه، هي كانت الكوبايه يعني ديت قدامي، كنت عامله شغل قبلها يعني على طول، يا دوبكش دخلتهم في الفرن واشتغلت على طول في الاسبونج التاني ده. تمام. حطيت معلقه محسن، وهحط 450 جرام دقيق اسبونج فانيليا. الماركه اللي انا بشتغل بيها دريم. هضرب المكونات دي مع بعضها كده، وهشغل عليها العجان لحد ما القوام بتاعها يرتفع كده وتعلى معايا. وياريت لو في اي سؤال او استفسار عن اي حاجة في شغلي ياريت تكتبولي في التعليقات، وانا برد على اي حد بيعلق برد عليه. هشغل بقى عليهم لحد ايه اما يعلوا خالص معايا. طبعا الفرن اصلا كده كده معايا سخن. ف بطنت كده الصينية بتاعتي. دي الصينية الوسط زي ما قلت لكم، مقاس 22 في 30. هبدأ احط فيها الخليط بتاعي بعد ما اتضرب كده وعلى. وهدخله على طول الفرن. هسويه بقى في الصينية بتاعته كده. زي ما انتوا شايفين، انا كنت الاول بعمله ب400 جرام دي اسبونج. بصراحة لقيت في طبقتين بيبقوا حلوين، والطبقة التالتة بتبقى رفيعة قوي وساعات ما بيكونش عنده سبونج وكده. فانا قررت ان انا اخليه 450 جرام دي اسبونج. تمام. زي ما انتوا شايفين كده سويته. هدخله بقى الفرن، وطبعا اول ما يطلع كده هسيبه دقيقتين بس يطلع شوية هوا كده، وبعد كده اغطيه واسيبه لتاني يوم. ده كده تاني يوم. تمام. هبدأ بقى اشيل بقى الورق بتاعي ده، ورق اسبونج. هشيل كل الورق كده بالراحة. طبعا هشتل القاع، وهشتل السطح اللي فوق ده بالترانش كده، وببدأ اشيله بالشكل ده، هيطلع معايا بكل سهولة. تمام. بشيله كده بايدي كده. بايدك بس، بتمشي ايدك كده بيبدأ يطلع. بس اهم حاجة تسيبيه في الفرن ياخد وقته، مش تطلعيه ولسه مستواش من فوق. لازم أن يكون واخد احمرار بسيط كده من فوق. تمام. وحاجة بسيطة كده من تحت. نسيت اقول لكم احنا بندخله على درجة حرارة 180، واحطه في الرف الاوسط. انا بقول لكم هنا ان حاجة بسيطة بس اللي بتشال منه. هبدأ اشتغل كل القاع كده بالراحة خالص وانا بشتغله. زي ما انتم شايفين كده. هشتغله خالص كده. الجنوب دي كده كده هتشال منه، يعني هنيجي بعد ما نخلص خالص هنقص منه الحروف، فمش شرط ان احنا نشيلها في الاول الا اذا كانت محروقة مثلا غصب عننا او حاجة.
ممكن نشيلها من الاول، انما انا ما بشيلهاش غير وقت التقطيع، لان كده كده طبعا انا بحشي، ولما باجي اقطع بشتاله يعني. تمام. بشتل اي حاجة واخدة لون كده حتى لو بسيط بشتلها، عشان يبقى السبونج بتاعي واخد لون واحد متوحد وشكله حلو. هشتل بقى ده كله كده، هنضف مكاني، وبعدين هنبدأ نقطع. انا بقطع على رقم 9. تمام. قللت شوية تحت الرقم 9 بهزة بسيطة، وببدأ اقطع عشان بس الطبقتين دولت يطلعوا سوا بعض. زي ما انتم شايفين كده حطيت طبقة، وهبدأ طبعا انا ضاربة كوباية كريمة، هبدأ زي ما انتم شايفين كده احط الكريمة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده ببدأ اوزع. اهم حاجة يكون كله سوا بعضه، عشان ما يبقاش في مكان في قلبه كريمة كتير ومكان يبقى الكريمة فيه قليلة جدا. تمام. يعني على قد ما نقدر، يعني عينينا هي ميزاننا، يعني نشوف كده المكان اللي في قلبوش ونزود فيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى احط الطبقة اللي هي في النص ديت، بحطها مقلوبة بالشكل ده. عادي ممكن تحطها معدولة، يعني مفيش مشكلة، يعني مفيش فرق. وهبدأ كده احط برضو كريمة. انا بسقيش السبونج بتاعي، ما بسقهوش في الجاتوه، لان بصراحة لاحظت ان هو هش جدا، مش محتاج السقة. لو بتاعي لو السقة يعني مش هعرف اشتغله اساسا. بدأت كده اوزع الكريمة بتاعتي كويس. انا طبعا مش مسرعة الفيديو عشان تبقوا عارفين تعملوا ازاي وتمشوا ازاي بكل الخطوات وبكل سهولة وبالراحة جدا، يعني زي ما انا شغالة بالظبط. تمام. هحط بقى اخر طبقة. بضغط عليها بس بسيط كده، واشوف اذا كانت هي مظبوطة على اللي تحتها ولا لا. مش مظبوطة بزقها بايديا شوية. هبدأ هنا احط اخر طبقة بقى معايا. هي كوباية بتقضي بالظبط الدستة، كوباية الكريمة بتقضي الدستة. الكريمة نسيت اقول لكم الكريمة مقاديرها زي ما احنا عارفين، اللي متابعني واللي داخل لسه جديد. كوباية ونص مية على كوباية كريمة على معلقة باستر كريم على معلقتين سكر ومعلقة لبن بودرة. اللبن البودرة ليه؟ بيطعم، هو والباستري بيطعموا الكريمة جدا، وبيخلوا طعمها كده اكنها مضروبة باللبن. انا لو رجعتوا الفيديوهات اللي كنت عاملاها معاكم في الاول هتلاقوني كنت بعمل التورت والجاتوهات بضرب باللبن، بس بصراحة خفت، يعني سمعت كده ان هو ممكن يغير مثلا الحاجة تبوظ او كده، يعني لو قعدت كده في الحر او حتى في الساعة او في اي ظروف او في اي حاجة ممكن تبوظ. فعمر الكريمة بيطول بالمية، فقررت ان انا اضيف للكريمة بتاعتي لبن. تمام. يبقى افضل، يعني لبن بودرة، يعني يبقى افضل من ان احط لبن ومثلا يبوظ او حاجة. تمام. وبيديني نفس النتيجة بالظبط، يعني اللبن البودرة بيديني نفس نتيجة اللبن اللي هو العادي، اللبن بتاعنا. تمام. هسويها بقى كده كويس وهدخلها الفريزر تتجمد. طبعا الجاتوه غير التورت، يعني التورته ممكن اخلصها كلها ورا بعضها خالص واحطها في التلاجة ومفيش اي مشكلة، انما الجاتوه لازما يتفرز، لازما. يعني انا ساعات انا اصلا ما عنديش مكان في الفريزر، بس ساعات بشيل حاجات من الفريزر عشان خاطر احطه النص ساعة ديت او الساعة ديت يتجمد شوية عشان اعرف اقطعه تبقى الخرطة طالعة مظبوطة. هدخلها بقى الفريزر.
تقعد لها حوالي ساعتين كده وابدأ الشغل فيها. المهم ان احنا نساوي السطح كويس. هنا حسيت ان المكان ده واطي شوية او ما فقلبوش كريمة كفاية، فحطيت له كريمة وهبدأ اساوي. زي ما انتم شايفين كده هدخلها بقى الفريزر حوالي ساعتين. بدأت هنا احط الجيلوهات بالشكل ده. انا فاتحه الكيس فتحه بسيطه جدا. هبدأ اوزع الجيلوهات كده. لو حسيتها محتاجه بزود كمان. ايه الأطعمة بقى اللي انت عايزاها تحطيها حطيها. بالشكل ده بوزعه كويس. هبدأ اجيب جيلو المانجا وهبدأ برضو احط عليه كده واوزع بالشكل ده. هوزع كويس. بخلي بالي ان اللون ده ما يجيش في اللون ده، ان انا اقربهم اي نعم من بعض بس ما يجوش على بعض. هبدأ اقطع على طول. لازم كل مرة اقطع فيها لازم امسح الترنش بتاعي. زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اعمل هنا بقى الجنبين التانيين. هنا بقى هنبدأ نقيس. بقيس 4.5 و4.5 بالشكل ده. هتطلع لي 13 قطعة 14 قطعة. طبعا كل مرة لازم امسح فيها الترانش بالشكل ده. نخلي بالنا واحنا بنقطع ان تبقى الترانش نازل مستقيم، ما ينزلش بحودة، لان لو نزل بحودة بيصغر القطعة من تحت. وكمان ما بتقدريش ان انتي توقفيها تمام، لانها بتبقى رفيعه او من تحت. فايديا ملت شويه في واحده في اتنين يعني، فجم من تحت رفيعين قوي ومن فوق زي ما هما كده، بس من تحت جت رفيعه، فناخد بالنا من تقطيعها. تمام. هنا بقى كان عندي كريمه، بدات اعمل روزيتات كده. عندي بقى ورق ترانسفير اي اشكال عندي، بس تكون صغيره ما تكونش حجمها كبير. تمام. ببدأ كده احطها. تمام. الباقي ده بقى احط عليه شويه كريسبي لان ما عادش صغير من ده، ما عادش يعني قلوب ونجوم وحاجات من دي، من اللي هو الشوكولاته ترانسفير. فاحط على الباقي بقى اي اشكال. ده كريسبي كده كبير بحطه على على الروزيتات من قدام كده. هنا بقى شويه كريسبي كده وابدا اوزعهم. هنبدا نحطهم في العلبه بتاعتهم. شوفوا حجمها قد ايه، طويله بسم الله ما شاء الله، وحجمها حلو. العلو بتاعها بسم الله ما شاء الله جميل. ببدأ ارص كده
دي بقى شوفوا هاجي احطها، يعني انا حتى شلتها بايدي عشان احطها لقيتها بتميل، فاستبعدتها خالص. انا كان ممكن اثبتها وخلاص باللي جنبها وخلاص، بس قلت لا، هو كده كده في 2 زيادة هحطهم على جنب، فاطلع شغلي يبقى شغل نضيف. تمام. حطيت كده زي ما انتم شايفين، يعني اللي قصادها حتى في الجهة التانية على فكرة حجمها حلو من تحت، بس هي دي بس اللي كانت كده. ده شكل الجاتو، يا رب يعجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وفي